ضعف الذاكرة والتركيز بيكون نتيجة أسباب كتير زي سوء التغذية والعادات اليومية الغلط، وده بيأثر على استرجاع المعلومات. والنهاردة هنعرف مع بعض 7 تمارين بتساعد على تحسين عمل المخ وتقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. التأمل من التمارين اللي بتساعد على تحسين عمل المخ، ويعتبر التأمل بيساعد على التحكم في الأفكار وبيساعد على تقليل الضغط النفسي زي التوتر والقلق والعصبية. وبكده بيكون التأمل خطوة مهمة في تقوية الذاكرة والتركيز، وأنصحكم إن احنا نعمل تأمل كل يوم. ممكن نعمل التأمل في أي مكان، سواء وانت في البيت أو في مشوار أو مستني زميلك. وبيكون في التأمل التركيز على حاجة واحدة زي حركة التنفس في الجسم. ولما يكون التأمل من العادات اليومية فده بيساعد على التركيز على الحاضر وبيقلل ضربات القلب وضغط الدم. وكمان مهم في تعلم الصبر. وبكده بيكون التأمل من التمارين المهمة اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. ممارسة الرياضة تعتبر مهمة في تقوية الذاكرة والتركيز، عشان الرياضة بتساعد على تقوية الروابط العصبية اللي موجودة في المخ وبتقلل الشعور بالتوتر أيام المذاكرة. وبتكون الرياضة زي المشي والسباحة وركوب العجل. النشاط البدني يعتبر خطوة مهمة في تقوية الذاكرة والتركيز، عشان بيساعد على تنشيط الدورة الدموية في المخ والجسم. وبيكون النشاط البدني زي استعمال السلم بدل الأسانسير أو الرقص أو المشي الصبح في الجنينة. تمارين التنفس بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز، عشان التدريب على التنفس العميق البطيء بيساعد على وصول الأكسجين للمخ، وكمان بيساعد على تحسين عمل المخ وتقليل ضغط الدم. وتعتبر تمارين التنفس مهمة في التحكم في معدل ضربات القلب وبتزود نسبة الأكسجين في الدم. وبكده بتكون تمارين التنفس خطوة مهمة في تقوية الذاكرة والتركيز. وهسيب لكم رابط حلقة عن تمارين التنفس تحت في صندوق الوصف. ألعاب الذكاء زي لعبة الشطرنج أو لعبة الكلمات المتقاطعة أو لعبة اكتشاف الاختلافات بالصور، دي ليها دور كبير في تقوية الذاكرة والتركيز، عشان ألعاب الذكاء بتساعد على تحسين عمل المخ على معالجة المعلومات، ومفيدة في منع تدهور الذاكرة المرتبطة بالعمر. وكمان ألعاب الذكاء تعتبر مهمة في تحسين المهارات الشخصية، وبكده بتكون ألعاب الذكاء مفيدة في تقوية الذاكرة والتركيز. التخيل التصويري يعتبر تمرين بسيط بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وفي التخيل التصويري الشخص بيتخيل مواقف معينة أو بيتخيل الأحداث اللي ممكن تحصل معاه. ويعتبر التخيل عبارة عن تدفق موجات من الأفكار اللي ممكن نشوفها أو نسمعها أو نتذوقها أو نشمها. ويعتبر التخيل تعبير داخلي عن التجارب الشخصية. وبكده بيكون التخيل التصويري بيساعد على تنشيط الذاكرة الضعيفة ومهم في تقوية الذاكرة والتركيز. ممارسة تمارين السكوات أو تمرين القرفصاء من التمارين اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز ومهمة في تحسين عمل المخ، عشان القعدة الكتير وقت المذاكرة بيكون ليه آثار سلبية على الذاكرة. ويعتبر تمرين السكوات أو تمرين القرفصاء بيساعد على تحسين الأداء المعرفي ومهم في تحفيز إنتاج هرمونات السعادة وإنتاج خلايا جديدة في المخ. وبكده بيكون تمرين السكوات أو القرفصاء بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وأنصحكم بعمل تمرين السكوات لمدة دقيقة في أوقات الراحة من المذاكرة. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض 7 تمارين مهمة بتساعد على تحسين عمل المخ وتقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. وعشان القناة تكبر ويبقى فيها حلقات أكتر عايزين دعم ليكم للقناة. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.